السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل عشاق جلابة البزوية الحرة. اليوم إن شاء الله نبارطاجي معكم مجموعة من الأشكال اللي هي جلابة البزوية والقفاطن وجلابة في السيسي. يعني هذا الفيديو إن شاء الله نتعرفوا فيه على مجموعة من الأشكال ديال الصناعة التقليدية. بالمناسبة هادو كومون خدمناهم الأستاذ عبد الرحمن من مدينة الدار البيضاء. نذكركم بالموقع ديالنا اللي هو بزو إقليم أزيلال اللي كيبعد على بني 70 كيلومتر اتجاه مراكش. الاخوه الكبير جا عندنا مراكش 140 كيلومتر المحل في دار الجلابه البزاويه. الورشه 10. نبداو بالبزاويه اللي هي اهم واحسن وافضل ما كاين في اللباس التقليدي. هذه جلابه قهويه كما كتشوفوا، قهوي بارد مشرط بالابيض. الاخوه اللي كيبغيو يخدموا هذا الشكل هذا، يعني كاينين بعض الزبناء او متتبعين في صفحه الجلابه ديالنا كيشوفوا هذا الشكل، كيكون كيخدم كيتعامل مع شي واحد كيخدم ليه الله يسهل عليه. غير الا بغيت توصيه باش يخدم لك بحال هذه قول ليه يخدم لك على القهوي، لانه هو غيشوف الابيض غيخدم لك الابيض وشرط لك بالقهوي وما غتعطيكش هذا الشكل. السدا خص يكون واقف قهوي فادي وكتشرط بالابيض وغتجيك بحال ما هكا. الله يسخر الجميع. هذه راه مخيطه بالخماسي، حاجه رفيعه متقونه. هاد الباج ولا الناس اللي كيتابعوني اي معلومه بغيتيها صيفط لي في الواتساب نفيدك بها، ما عنديش مشكل واخا ما تاخذش من عندي. بالنسبه للصفيفه او الخدمه اللي صاوبنا الاستاذ راه كوزه مرمى، الزواقه شبكه، والعقاد يا سلام. قرب معايا شويه العقاد باش نشوفهم الاخوان. هادو راه فيهم حقيقه لداخل، واخا كيبانو لكم صغار راه فيهم حقيقه لداخل. هذا هي المخبه ديالهم، شوف كي دايرين مسطرين، داكشي واعر. الخدمه هي راه الصفيفه كوزه مرمى دايره بخدمه باليد، ماشي كنوريكم راه نخدم باليد. بالنسبه للكتاف راه درنا الاستاذ الشباك. صراحه هذه هي الخدمه اللي كتعجبني، نخويه في البزيون، الصفيفه في الداخل في الكم وفي القب كذلك من الداخل. طبعا الاخوه اللي كيبغيو شي حاجه من غير هاد سيده الخياطه الصفيفه برا اولا شي حاجه راه كنديروها كلشي مقيد. يعني نذكر الاخوه اللي حاطين عندي الكوموند راه اي حاجه، راه تقريبا اكثر من 100 كوموند عندي على حسب الخياط، ولكن راه كلشي مقيد، كلشي خدامين فيه. يعني الله يجازيكم بخير اللي حط عندي شي حاجه بلا ما يضغط عليا في التليفون، لان كاين اللي تيحط عندك جلابه نهار يومين كيبدا يصوني ما كيزكاش. ولكن راه انا ما كرهتش نخدم ونتخلص لي في يومين، ولكن الله غالب هذا الشيء كيبغي الوقت. هذا قفطان مخدوم بالسيسي، ويا سلام يا سلام والصحة والراحة السي عبد الرحمن. صراحة طلعوا لك شي قفاطن وجليلبات واعرين. أنا كيحسن لي الشرف نخدم مع بحال هاد الناس هادو، لأن صراحة كيعطيك الوقت وصافي كيخليك تخدم مع راسك. هذاك الشيء كيطلع زوين وكيفرحنا حتى حنا. المهم عندنا حنا هو الجلابة أولا القفطانة ولا يعني الطلبية ديال الزبون ملي كتكمل في الأخير كنشوفوها كنفرحو. شوف الخدمة ديال القفطان كيف داير، اللهم بارك. الخدمة ديالو والإتقان داكشي واعر من خوي يا سلام. ها انت سيدي شوف السفيفة ديالو، درنا واحد الشكيلة قديم في السفيفة، زواقة قديمة هادي، والعقاد نفس الخدمة اللي درنا في العقاد على العقاد. ودرنا هاد الضفيرة ودرنا هاد السفيفة هادي، فهاد الزواقة هادي راه قديمة كتجي مع القفطان. وفي التقليدي طبعا شو هنا حق لينا باش نديرو السفيفة في برا، في الكمام نديروها من برا، لأن هذا قفطان خص يجي عامر شوية. ودرناها حتى من التحت من الصاصية. داكشي معتبر. كنبغيو نقول الأستاذ بالصحة والراحة. حاولوا تبارطاجيو هاد الصفحة راه تفيدكم. دير اونجستري الفيديو الإخوان ديال التيك توك والانستغرام. راه هادشي يعني واحد النهار تحتاج الفيديو ما تلقاهاش، دير لي اونجستري. تبغي مثلا نوع الخياطة، هذا قفطان آخر ديال الأستاذ ديالنا. طبعا هذا مصاوب بحلقة سيسية، دائما في إطار النسيج اليدوي التقليدي الممتاز. داكشي هماوي. كاينين بعض الخيوط لداخل كيبانو بحال هذا. انا مازال عندي واحد العمليه ديال نحيد دوك الزغاب وداكشي ديال صناعه الجلابه. دوز عليهم شوفوا ما شاء الله كيف فيه. داكشي ناضي مخوي معتبر. كنبغي نقول للاستاذ بالصحه والراحه، مرحبا بك. كلشي مخدوم على حقه وطريقه. هادشي راه كنديروه بالعشق، كنخدموه بالعشق. الناس الذواقه. شوف السفيفه راه نفس السفيفه ونفس الخدمه اللي خدمها الاستاذ. كنبغي نقول لك مرحبا بكم، مرحبا بكم جميعا. اللي بغى شي حاجه غير يتواصل معنا، نحن رهن الاشاره. وهذه جلابه، هذه جلابه ديال الحبه نمره 32. هذه جلابه سيسيه فيها الحبه وهذا المارو هذا مشرطه. داكشي ناضي
نخدمهم على حقه وطريقه، نديرها ربيعية، وغير نتبع الناس ديال المدن الساحلية حتى في الصيف، لأنها متقيلاش بزاف وزوينة في اللبس ديالها، وكذلك حتى هي مخدومة بالخماسي ومخدومة بحكوزة مرمى والعقاد على الرقيق، داكشي زوين. كنبغي نقول لكم مرحبا بكم الاخوان اللي كيبغيو بحال هاد الشيء هذا، حاولوا تواصلوا معنا على الرقم ديالنا 06 52 15 38 64. نحن راه الاشاره ديال الجميع، اللي بغى شي حاجه غير يتواصل معنا في الواتساب، نصيفطوا لك الشكال، انواع الخياطه، كيفاش تاخذ العبار، كلشي كيوصلك، وما علينا الا نفذوا الطلبيه ديالك. مرحبا بكم، السلام عليكم.